Sen benim bacımı boşayacaksın. Hocam benim biz evliyiz. اليوم ماشي فيديو عادي. اليوم جلسة عائلية بامتياز. جينا نجاوبوا على السؤال اللي كي يوصلنا كل نهار. ياسين، سليمة، شنو نتفرجوا؟ شنو هم أقوى المسلسلات اللي نايضة لهم الضجة في 2026؟ اليوم جبنا ليكم الترتيب النهائي لأقوى 15 مسلسل تركي مسيطر على الشاشة دابا. أهلا بيكم يا أغلى متابعين. فعلا المنافسة هذا العام شرسة، والنجوم اللي توحفناهم رجعوا بقوة. غادي نمشي معاكم في رحلة من المركز 15 حتى للمركز الأول. غنعطيكم أرقام المشاهدة، الريتينجز الحقيقية، وأسماء الأبطال بالتركية والعربية باش تكون الصورة واضحة. يلا وجدوا راسكم، حيت كاين مفاجآت ما غتخطرش ليكم على بال. نبدأ بالمركز 15، مسلسل أسرار الميناء. هذا العمل رجع لينا الهيبة ديال الأكشن. البطل هو الأسطورة كينان إميرزالي أوغلو في دور الري الصقر، ومعاه الجميلة جان سوديري بدور المحامية أسماء. قصة صراع في ميناء إسطنبول بين القانون والمافيا. الأرقام وصلت ل 4.2 مليون، والجمهور فرح بزاف حيت شاف إزيل وإيشان من جديد في عمل واحد. الكاريزما ديالهم باقة هي، والمسلسل في واحد الغموض كيخليك تستنى الحلقة الجاية بفارغ الصبر. في المركز 14 معانا الرومانسية اللي بتهبل، مسلسل ليالي إسطنبول. الثنائي اللي بيموتوا عليه المغاربة والعرب، كرم بورسين بدور مراد وهاندا أرتشل بدور ليل. قصة حب في وسط أضواء إسطنبول الساحرة. ب5.1 مليون مشاهدة. هذا المسلسل كيثبت باللي هانكر باقين هم ملوك السوشيال ميديا. قصة خفيفة زوينة ومثالية للناس اللي بغاو يهربوا من ضغوطات النهار ويعيشوا شوية ديال الحب. المركز 13 جاب لينا مفاجأة كبيرة، مسلسل صمت القصور. عودة الثنائي الأسطوري برين سات بدور السلطانة ليلى وإنجين أكيوريك بدور كمال. دراما نفسية تقيلة وسط عائلة غنية كتحكمها الأسرار المظلمة. 409 مليون مشاهدة كبداية، والعدد في تصاعد. بيرين وإنجين ولوا كيمثلوا بالنظرات أكثر من الهضرة. المسلسل مخدوم بطريقة الألغاز، وكل لقطة فيه عندها معنى. داكشي علاش المشاهد كيبقى مصمر قدام التلفزة. وصلنا للمركز 12 مع الضخامة التاريخية في مسلسل طريق الحرير. عودة الثنائي حب أعمى اللي كل شي كان كيتسناها، بوراك أوزتشيفيت ونسليهان أتاغول. قصة ملحمية في زمن القوافل والحروب. 6.5 مليون مشاهدة، وهذا المسلسل كيحطم الأرقام في فئة التاريخ. الإنتاج ضخم جداً، وبوراك كيبين مرة أخرى باللي هو ملك الأدوار التاريخية بلا منازع. المركز 11 هو مسلسل اليتيمة، دراما اجتماعية بامتياز. البطولة للشابة سو بورجو يازغي وأونور سيدياران. قصة مؤثرة بزاف خلت الملايين يبكوا معاهم. ودابا دخلنا النادي العشرة الكبار مع مسلسل الإطارة حكايات الغسق. هذا العمل جاب 7.2 مليون مشاهدة، وكيرجع لنا فيه النجم شاطاي أولوسوي بدور مراد اللي هو كاتب كيعيش بين الخيال والواقع، ومعاه المبدعة فرح زينب عبد الله بدور المحققة ليلى. المسلسل عبارة عن لعبة عقل معقدة. فعلا شاطاي دايما كيبهرنا باختياراته. المسلسل مخدوم بطريقة عالمية، والجمهور مسمر باش يعرف واش داكشي اللي كيطرا في حقيقي ولا غير في خيال البطل. 7.2 مليون رقم كيبين باللي الجمهور التركي والعربي كيعشق الغموض اللي فيه الذكاء. في المركز 8 عودة الثنائي اللي كيهز الأرض، كان أورغان جيوغلو وبينار دينيز في مسلسل العدالة العمياء. من بعد النجاح ديال القضاء رجعوا بقصة جديدة كليا. هو قاضي صارم وهي محامية مستعدة تهرس القانون باش تبين الحقيقة. الأرقام وصلت ل 8.8 مليون مشاهدة. الكيمياء اللي بين هاد الجوج لا توصف يا ياسين. الجمهور ما شباش منهم، وهذا المسلسل كيعالج قضايا فساد حقيقية بأسلوب جريء بزاف. 7.8 مليون مشاهدة هي نتيجة طبيعية لعمل متكامل تمثيلاً وإخراجاً. في المركز 8 كياخدنا للطبيعة والبساطة مع مسلسل قلب الجبل. هذا العمل كيحقق أرقام خيالية، وصلت ل 8.1 مليون مشاهدة. البطولة للنجم بركاي أتان والنجمة جولسيم علي. قصة حب عفوية وسط الجبال
بعيدة على ضجيج المدن والمشاكل. هاد النوع ديال المسلسلات الدافئة هو اللي كيحتاج المشاهد باش يرتاح. 8.1 مليون شخص كيتجمعوا كل أسبوع باش يشوفوا قيم الوفاء، الجورة والحب الطاهر. المسلسل ولا هو الملاذ ديال بزاف ديال العائلات. وصلنا للمركز السابع مع العمالقة، مسلسل الأرض الموعودة، عودة السلطان سليمان النجم خالد أرغانيتش ومعاه لميس النجمة توبا بويوكستون. دراما تاريخية معاصرة كتهدر على صراع العائلات على الأراضي والنفوذ. الأرقام طارت ل 8.5 مليون مشاهدة. فاش كيتلاقاو هاد الجوج عرف باللي العمل غيكون أسطوري. خالد أرغانيتش عنده كاريزما كتحكم الشاشة، وتوبا رجعات بواحد القوة في الأداء خلات كل شيء يتصدم. 8.5 مليون مشاهدة هي برهان باللي الذهب ما كيصديش. وعلى أبواب التوب 5 المركز السادس لمسلسل نهاية البداية، النجم اللي كيهبلنا دائما بأداء النفسي أراس بولوت إنيملي بدور أزير، ومعاه النجمة هاندا دوغانديمير. قصة شاب كيحاول يهرب من ماضي إجرامي باش يبدأ حياة جديدة، ولكن الماضي كيبقى ديما وراه. أراس يا ياسين راه غول تمثيل. وصل المسلسل 9 مليون مشاهدة، حيت كل شي باغي يشوف كيفاش غيسالي الصراع النفسي ديال البطل. الإخراج فيه بزاف ديال الأدرينالين وما غتقدرش تغمض عينيك. وصلنا للتوب 5 وهنا كنهضروا على مسلسل الملك. هاد العمل يا عائلتنا ماشي غير دراما، هادي مدرسة في المشاعر. حقق 10.2 مليون مشاهدة، والسبب هو القصة المؤثرة ديال الملك نيلاي دينيز، المرأة اللي كتحارب مرضها وبعد ولادها عليها، وطاحت في طريق سرحات تيومان اللي كيحاول يرمم ليها حياتها. الصراحة التمثيل ديال نيلاي كيبكي الحجر، وقدرات تخلي الملايين يتعاطفوا معها كل أسبوع. فعلا يا ياسين، والجميل في هذا المسلسل هو أنه كيبين لنا القوة ديال المرأة المغربية والعربية بصفة عامة في الصبر. الأرقام ديالو طلعات بزاف حيث فيه الواقعية. سرحات تيومان حتى هو عطى واحد الهيبة للدور، والعلاقة بيناتهم فيها واحد النقاء اللي نادرا ما كنشوفوه في المسلسلات دابا. هذا المسلسل هو الجرعة ديال الأمل والحزن في نفس الوقت، وكيستحق هذا المركز بجدارة. في المركز الرابع زلزال تاريخي، مسلسل الخليفة، عودة أرطغرل الأسطورة إنجين ألتان ومعاه الجميلة أوزغي تورير اللي عرفناها في دور بالا خاتون. هاد المسلسل ماشي بحال المسلسلات التاريخية اللي فاتوا، هذا كيهضر على كواليس الحكم، الدهاء السياسي والحروب اللي كانت في الخفا. وصل ل 11.5 مليون مشاهدة، وكل شي كيهضر على تصوير المشاهد في مدينة أورفا العريقة. إنجين ألتان كيبين لينا بلي هو عراب التاريخ. الدور الخليفة اللي كيلعبوا فيه واحد الكاريزما كتخليك تحترم الشخصية وخا تكون قاسية. وأوزغي تورير زادت للعمل واحد اللمسة ديال الذكاء والجمال. الأرقام كتبين بلي الجمهور باقي باغي يشوف التاريخ، ولكن بطريقة عصرية وفيها بزاف ديال التشويق. هذا المسلسل هو فخر الإنتاج التركي لهذا العام. ودابا وصلنا للمنصة، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسلسل رياح الشمال. هذا العمل هو القنبلة ديال هذا الموسم ب 12.8 مليون مشاهدة. البطولة للرائع تولغا ساريتاش بدور كوزاي، والنجمة اللي عينيها كيفتنوا آيشا آيشين توران بدور نور. القصة على ضابط في المخابرات كيتنكر باش يدخل لوسط عصابة وكيصدق عاشق بنت زعيم العصابة. يا عيني على الرومانسية وسط الخطر. طولغا وآيشا داروا واحد الثنائي اللي السوشيال ميديا كلها كتهضر عليه. 12.8 مليون مشاهدة، حيث المسلسل فيه الزربة، الأكشن موراها الرومانسية، وما كتعرفش شكون غيغدر بشكون. هذا المسلسل هو اللي خلى ورود وذنوب يراجع حساباته، حيث المنافسة بيناتهم كانت بالمليمتر. ودابا وصلنا لوصيف البطل، والمركز الثاني اللي كلنا عشنا معاه لحظات ما كتنساش هو مسلسل ورود وذنوب، 14.3 مليون مشاهدة. هدرنا عليه بزاف وحللنا الحلقة 17 اللي صدماتنا. النجم أوزجان دينيز رجع بقوة، ومعاه المبدعة إبرو شاهين. صراع العائلات، الأسرار المدفونة والذنوب اللي ما كتغفرش. هذا المسلسل قدر يجمع كاع الأجيال قدام الشاشة. فعلا ورود وذنوب هو المسلسل اللي خلى الناس يرجعوا يتناقشوا في القهاوي وفي البيوت. أوزجان دينيز بخبرته وإبرو شاهين بحيويتها عطاو واحد المزيج سحري. 14.3 مليون مشاهدة ماشي سهلة، وهذا المسلسل كان غيكون هو الأول لولا المفاجأة اللي جات وقلبات كل شيء في آخر لحظة. ولكن كيبقى ورود وذنوب هو ملك الدراما الاجتماعية لهذا العام. وأخيرا حبسوا النفس،
المركز الأول المسلسل اللي حطم كاع الأرقام القياسية ودخل الكتاب جينيس في تركيا، العرش المكسور 16.7 مليون مشاهدة. عودة الأساطير مهند كيفان شتاتيلتوخ والسلطانة هيام مريم أوزغارلي. تخيلوا هاد الجوج في مسلسل واحد. القصة على صراع العروش في العصر الحديث، إمبراطوريات المال والسلطة والجمال. هذا هو الزلزال يا ياسين. مريم أوزغارلي رجعت بواحد القوة خلاتنا ننساو حريم السلطان، وكيفان شتاتيلتوخ زاد نضج في التمثيل ديالو. 16.7 مليون مشاهدة، حيث العالم كله باغي يشوف هاد الكولاب الأسطوري. العرش المكسور هو الرقم 1 بلا منازع، وهو اللي كيستحق يتوج هاد القائمة الطويلة. وانتم اشنو بان لكم؟ فينا هو أحسن واحد في نظركم؟